يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا، صباح السكر، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. تعملي ايه حلو كده يا ام تغريد؟ قولي لنا كده، مروقة المطبخ من بدري ومخلصة اللي وراكي وصاحية بدري؟ صحيت روقت الصالة؟ معلش والله يا حبايبي أنا تعبانة وواخدة دور برد مخلص عليا وكاشفة وباخد علاج، عشان كده أنا اتأخرت عليكم في الفيديوهات. بس غصب عني والله تعبانة واخدة دور مبهدلني. ادعولي كده في التعليقات ربنا يشفيني ويحوش عني يا رب، اللهم آمين. تعملي ايه يا حلو يا ام تغريد؟ هنعمل محشي، نعمل محشي كوسة وبتنجان وفلفل. والوقت جبت الكوسة الكيلو ب10 جنيه، والبتنجان الكيلو ب15، والفلفل الكيلو ب20. جبت من كل حاجة كيلو 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 كده. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. الوقت بقى انا قاعدة بقى بقور الكوسة وبعملها بالراحة عشان ما تتكسرش مني. لازم بالراحة، وانا بقى الكوسة طرية. بالراحة الواحدة وهي بتقورها تعملها بالراحة عشان ما تتخرقش وتتكسر منها. وانا بقى واخداها بالراحة كده واحدة واحدة لغاية ما اخلص اللي معايا خالص. ماشي يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. والله كان نفسي كان نفسي انزل لكم فيديوهات امبارح واول امبارح بس كنت تعبانه. والوقت بقى انا بقور الكوسه بالراحه لغايه ما اخلص خالص. وبعد كده هقور البتنجان واجهز حاجه المحشي. ما شاء الله كانوا شويه محشي بألف هنا يا رب الكل اللي كان منه. ودلوقتي بقى قورت الكوسه كلها، وبعد كده هقور البتنجان. ما شاء الله، وعيد عليها مرة واتنين وتلاتة عشان لو في قلبها حاجة أحشها. متابعين يا حبايب قلبي، عايزة دعوة حلوة منكم ليا كده. دعواتكم كده خلي ربنا يشفيني يا رب ويحوشها عني. ماشي. شايفين بقى ماسكة البتنجانية ازاي؟ عشان ما اخليش فيها حاجة خالص. ما شاء الله. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. تترحمي على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين. طبعا هقور كل الكوسة اللي معايا، قورتها وقورت البتنجان وهعمل الفلفل وهنقي الخضرة وانقعها واغير ميتها كل شوية. أولئكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن ما شاء الله، شايفين شكل الكوسة والفلفل والبتنجان؟ ولازم اغسله تحت الحنفية واحدة واحدة، واعيد عليها والله مرة واتنين وتلاتة، حتى عباية الدهولة قلت مش مشكلة. لازم اعيد عليها عشان لو في عفراية في تراب في اي حاجة. لازم الحاجة تتغسل بنفس كده وتتاكل بنفس. والوقت احطها تاني في المية وهشطف في الصينية واغسلها تاني. شايفين بقى وانا عمالة اغسل واوريكم الحاجة؟ ما شاء الله شايفين. تسلم ايديا وحياة عينيا، ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ام تغريد. وقعت على الحوض قلت هغسلها تاني. شايفين بقى لازم المية تبقى تحت الحاجة كده. لازم اغسلها مرة واتنين وتلاتة زي ما انتوا عارفين لغاية ما اخلص خالص واوريكم الحاجة. ايه رأيكم بقى في الكوسة؟ ما شاء الله كانت جميلة فعلا، بألف هلا يا رب الكل اللي كل منها. تعملي ايه تاني يا ام تغريد؟ انا طبعا بحب اقطع البصل على ايدي، ما بحبش اعمله في الكب. اي بصل تلاقيني على طول بقطعه على ايدي. جايبه 4 بصلات حلوين كده اقطعهم حتت صغيره عشان اعمل التقليه. شايفين بقى لازم اخرط البصل حتت صغيره. في ناس بتقطع البصل بتاع المحشي ده كبير بس انا بقطعه صغير. ما شاء الله شايفين بقى التسبيكه معايا؟ ما شاء الله. في حته تانية. التسبيكة بتحط لها ايه يا ام تغريد؟ بحط لها فلفل اسمر. اهو شو الطريقة جاية لوحدها. بحط فلفل اسمر وكمون وحطيت كزبرة وحطيت ال7 بهارات. ال7 بهارات دي بقى في حتة تانية بتخلي المحشي في حتة تانية. وحطيت مرقة دجاج وملح. وما شاء الله كانت ريحتها جميلة فعلا، كانت تحفة. قلنا على طول نصلي على النبي ونذكر الله. وطبعا ههدى عليها تتسبك براحتها وتاخد وتدي بشكل ودي، تاخد وتدي بشكل ودي. ماشي. وههدى عليها بقى براحتها لغايه ما تتسبك معايا عشان هي بتغيب معايا في التقليد. انا لسه بحط لكم البهارات دي 7 بهارات. ايه رايكم بقى في التقليه بتاعت ام تغريد؟ ما شاء الله. طبعا بقى انا كنت مجهزه حاجه المحشي معايا.
قُلت بقى عشان نعمل محشي بقى ساخن كده وناكله ساخن، وهتعملي إيه مع المحشي يا أم تغاريد؟ كان عندي كيلو لحمة في الفريزر وحتة ماسورة حلوة كده، قُلت لأ لازم أعمله مع المحشي، طلّعته بقى يفك براحته. أنا طبعًا أمّا باعرف إن أنا هاطبخ حاجة باخلّيها تفك براحتها، ما باحبش أحط حاجة في مَيّة، فاكة معايا وحلوة وجميلة، هاغسلها مرة و2 و3 وبعد كده هاشوّحها وأعلّق عليها. دلوقتي حطيتها في مَيّة عشان أشطفها حلو وأغيّر مَيّتها، وبعد كده أعلّق عليها على طول وأسيبها تستوي براحتها عما أعمل المحشي. ما شاء الله، شايفين بقى بامسكها حلو إزاي وأعصرها حلو إزاي؟ ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كان من المحشي. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. متابعين يا حبايب قلب عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم وحشتوني. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واهم حاجة اللايك، اهم حاجة اللايك يا حبايبي. ويا ريت فيديوهاتي تعجبكم وتبقى خفيفة على قلبكم وتشجعوني وتدعموني، وربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ادعولي في التعليقات كده ربنا يشفيني ويحوش عني. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما شاء الله، شايفين بقى وانا حطيت اللحمة بقى في الحلة بقى تتشوح، نزلت بورق لوري وحبهان، وهيبقى معايا بصلاية وطماطميتين وهقلبها وهدي عليها براحتها شوية، وبعد كده هنزل بالمية. اما تتشوح معايا شوية هنزل بالمية. ما شاء الله كانت ريحتها قلب الشقة. اهدي عليها خالص عشان تاخد وتدي بشكل ودي. ما شاء الله. الوقت قطعت بصلتين وطماطميتين وحطيت الورق اللوري وحبهان، وهنزل بشوية فلفل أسمر وهدي عليها بقى أقلبها وهدي عليها، وبعد كده هزودها مية. والوقت بقى هقلبها حلو وهنزل بالماسورة الحلوة الجميلة ديت عشان نشوف مين اللي هياكلها في الآخر. وبعد كده هنزل بالمية وما تغلى معايا ههدي عليها عشان تستوي براحتها. انا ما بحبش اعلي البوتاجاز على اي اكل، بهدي على الحاجه تغلي معايا وبعد كده هدي على الاكل بقى وياخد ويدي براحته كده بشكل ودي، واطلع بره. ما شاء الله شوفي بقى كانت قربت تستوي. طبعا انا ما حطيتش ملح في الاول، الوقت هحط ملح. ما شاء الله حطيت معلقه ملح وطفيت عنها وكانت جميله. تعملي ايه يا ام تغاريد؟ طلعت بقى فرشت ملاية عشان الحافظة بتاعتي ما تتوسخش، وهصفي المية عشان اجهز خلطة المحشي. عشان اعمل محشي، وكنت جايبة كرومبة حلوة كده هعملها برضو في حلة لوحدها، حلة صغيرة كده. ما شاء الله ما شاء الله، والله العظيم كانوا شوية محشي فعلا تسلم ايديا وحياة عينيا. شايفين بقى الوقت بصفي حلو المية ازاي من قلب الرز، عشان طبعا كنت غاسلة الخضرة وقطعتها معايا، وكنت سبكت التسبيكة عشان احشي المحشي. احشي الكرنب لوحده والفلفل والبتنجان والكوسة لوحده. شايفين بقى الخلطة بتاعتي حمرا وحلوة ازاي. دلوقتي هنزل بالكزبرة، ولو احتجت صلصة تاني هحطها. انا محطتش الصلصة كلها، قلت لو احتجت احطها، هي الطريقة جاية لوحدها. وطبعًا بقى هاقلّب بالمعلقة مش هينفع لأ، أشمّر العباية شوية وهانزل بقى بإيدي كده، مهما أقلّب بالمعلقة مش هاعرف أقلّب، قُلت لأ ده أنا هاقلّب بإيدي. شايفين بقى؟ ما شاء الله. إيه رأيكم بقى في المحشي أم تغريد؟ حاجة تفتح النِفس. دلوقتي بقى جِبت الحلة اللي هاحشي فيها، قطّعت فيها بصلاية وقرن فلفل وطماطماية وهاحشي بقى. دلوقتي أنا باحشي معاكم الكوسة، هاحشي خالص لغاية ما أخلّص وأقوم إيه، أعلّق على الأكل على طول. طبعًا أنا ما غسلتش الحلة عشان كان محترحها التقلية. وما شاء الله متنسوش الاشتراك في القناة والجرس وتفعلي الجرس أهم حاجة، وأهم حاجة يا حبايبي اللايك. شايفين بقى محشي واحدة كوسة وواحدة بتنجان وفلفل كذلك. جدعنوا بقى يا حبايبي بقى عشان توصلونا 10,000 متابع، متابعين يا حبايبي. عايزة كده أوصل بيكم وأعلى بيكم إن شاء الله. اتجدعنوا كده، عايزة لايك حلو وعايزة المتابعة، اللي بتتابعني تقول لأختها وتقول لحبايبها. أنا عايزة أوصل ل10,000 متابع بأي طريقة. اتجدعنوا بقى وشجعوني كده وادعموني. البركة فيكم، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم أبدا. والله كان نفسي أسجل لكم اليومين اللي فاتوا، بس كنت كاشفة وتعبانة والوقت يعني صوتي باين عليه، بس أنا قُلت لأ، لازم أسجّل لهم زمانهم بيسألوا عليّا.
شايفين بقى أنا محشي الكوسة إزاي؟ ما شاء الله. جدعانوا يا حبايبي يلا معايا، عايزة المتابعة الحلوة والاشتراك، أهم حاجة كده عايزة بُص مسافة يومين 3 كده أو أسبوع بالكتير ألاقي نفسي وصلت 10.000 متابع، من متابعيني حبايب قلبي ربنا يخليهم ليا يا رب وما اتحرم منهم أبدًا، أهل الجزاير وحشتوني، وحشتوني يا أهل الجزاير، ربنا يخليكم ليا وما اتحرم منكم أبدًا. طبعًا بقى أنا باتكلم وبادردش معاكم وباحكي معاكم عما أخلّص خالص عشان أخش على طول أعلّق على الأكل. طبعًا أنا باحط في الحلة كده بس أنا هارصها الوقت بعد ما أخلّص، والحلة دي مطرح التقلية ما رضيتش أغسلها، قُلت خسارة هي التقلية ده ما شاء الله ده كفاية ريحتها، كفاية ريحة التقلية بتاعتي كده، تتاكل وهي نيّة. اليوم بتاع المحشي ده أهو الحتة شِتِت فيه جابت حتة شتواية، والله العظيم فضلت تشتي، تشتي، تشتي جامد، وبعد كده النور طفى، النور طفى ييجي ساعتين، قُلت بقى والله العظيم كنت معلقة على المحشي وهُم منورين لي بالتليفون، بالكشاف بتاع التليفون، الحتة بقى قالت هات شتواية جامدة، قُلت في إيه يا ولاد إحنا في الصيف الحتة بتشتي ليه؟ سبحان الله. وأنتِ هتعملي محشي كرنب كمان يا أم تغريد؟ طبعًا أنا ما صورتلكوش عشان أنا عملته معاكم قبل كده. كنت جايبة كرنباية صغيرة وقُلت أعملها إيه جنب المحشي اللي هو البتنجان، ما شاء الله والوقت بافتّح كده عشان أشرّب المحشي الشوربة، عشان كلّه ينزل في قلبه وياخد ويدّي بشكل وِدّي، ما شاء الله، وعلّقت عليه وهاعلّق برضه على المحشي الكوسة التاني، دي في حلة ودي في حلة، وطبعًا وهاهزّه حلو وأمّا يغلي معايا غلوة و2 و3 هاهدّي عليه، ما شاء الله والله العظيم فعلًا كانوا شوية محشي، وطبعًا الحتّة شِتِت في اليوم ده كلنا محشي يوم الشتا، قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. ما شاء الله، ما شاء الله، شايفين بقى شكل المحشي وهو بيغلي معايا؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير تغريد يا حبايبي هتكمّل معاكم وإن شاء الله أكون خفّيت وأكمّل لكم الفيديو الجاي، تغريد معاكم. ازيكم يا حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا والله، ربنا يخليكم لنا يا رب وما نتحرم من وجودكم في حياتنا ابدا. ماما بقى النهارده كانت تعبانه جدا وامبارح وتعبانه والله، يعني بتسجل لكم اصلا وهي تعبانه. حتى قلت لها يا ماما مش مشكله تسجلي استني يومين، قالت لا هسجل لهم علشان يعني ايه ما يقلقوش علينا يا تغرد. قلت لها خلاص ماشي. وما اقولكيش بقى على المحشي اللي ماما بتعمله، ما شفتش في جماله وحلاوته، يعني انا لو حد تاني عمل محشي مش هعرف اكل زي المحشي اللي ماما بتعمله، ما شاء الله محشي جميل جدا. تسلم ايديها. ودي بقى كانت الحتة شتيت شتوية جامدة، كانت قاعدة تشتي، ده انا كمان بطلت تصوير وفضلت تشتي كمان. قلت اما اخد لكم جولة كده وهي بتشتي. ماشي يا حبايبي، طبعا بقى اعملوا اللي ماما قالت لكم عليه وفرحوها ووصلوها 10,000 متابعة. هي نفسها توصل 10,000 متابعة، وإن شاء الله القناة تكبر بيكم وتوصل للمليون. ربنا يخليكم لينا يا رب وما نتحرم من وجودكم في حياتنا أبدا. نشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة يا حبايبي، مع السلامة.